بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم، يا رب تكونوا بخير. اليوم كان عندنا مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، الجولة الثانية، المجموعة الخامسة اللي كان فيها الجزائر وبوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية. خلينا في البداية نبارك لمنتخب الجزائر، النهارده فاز بهدف مقابل لا شيء، عنده 6 نقاط. خلاص يعني ان شاء الله المباراة القادمة دي هتبقى مع غينيا الاستوائية، اعتقد ان شاء الله يفوز ويصعد اول المجموعه. خلينا نبارك ايضا لمنتخب السودان، النهارده فاز على غينيا بهدف مقابل لا شيء. النهارده يبقى عندنا الجزائر عنده 6 نقاط، بوركينا فاسو 3 نقاط، السودان 3 نقاط، غينيا الاستوائيه 0 نقاط. طيب المباراه ادارها الحكم الغاني دانيال لاريا، وكان معاه على الفار حكم متميز جدا، اعتقد يمكن من افضل حكام البطوله حتى الان، اللي هو الحكم الكيني، حكم الفار ديكنز. عندي حالتين مهمين جدا، وحظ الحكم النهارده حظه كبير قوي قوي، لان المنتخب الجزائري فاز، وهنا بنحلل تحكيم وليس لنا انتماءات ولا اي شيء غير ان احنا بنحلل حالات تحكيميه، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنتحيز للمنتخب الجزائري. حالتين مهمين جدا، الحاله في الدقيقه 9، ودايما بيقول الحكام ما تحسبش حساباتك، لان دي حاله في البدايه تقول لا مش هطرد، لا هطرد. الحاله كانت واضحه جدا، بنشوف هنا مخالفه بيتم ارتكابها من لاعب منتخب بوركينا فاسو ضد لاعب الجزائر. هل المخالفه تستحق البطاقه الصفراء ولا الحمراء؟ شفنا هو هنا في الملعب ما اشهرش البطاقه الحمراء، وهنا الفار جابه وجاب له لقطه مهمه جدا عشان يشوفها ويرجع ياخد القرار. المهم نروح للحاله. هنا بنشوف هنا اولا ايه هو اللعب العنيف، نعرف في فرق ما بين التهور واللعب العنيف. اللعب العنيف ده اللي بيعرض سلامه المنافس للخطر. لو شفنا الحاله هنا هنلاقي هنا في الستارز رايح في فوق بالظبط وتر اكيلس. وتر اكيلس ده من الامور الصعبه جدا جدا. هنا في سرعه موجوده، القوه موجوده، والمسافه كمان موجوده، يعني 3 عناصر موجودين في هذه الحاله. بنتكلم على اللعب العنيف، وبالتالي هنا لولا ستر ربنا شفنا التواء القدم للاعب منتخب الجزائر. جاب له الحاله واضحه جدا، المفروض يرجع يشهر البطاقه الحمراء. هو حسب حسابات الدقيقه 9، لا انا ما عنديش حسابات، انا عندي ان انا اطبق القانون. شايف ان دي حاله كانت تستحق البطاقه الحمراء، زي ما قلنا هنا لعب عنيف، تعريض سلامه اللاعب هنا للخطر. قلنا العناصر او الاعتبارات، القوه موجوده، السرعه موجوده، والمسافه كانت موجوده، ولكن قرار الحكم للاسف كان قرار خاطئ بعدم طرد لاعب بوركينا في دقيقه 9. دي كانت حاله مهمه جدا جدا جدا. الحاله الثانيه كانت الدقيقه 20. شوف هنا لاعب المنتخب الجزائري دخل منطقه الجزاء، استحوذ على الكره. بنشوف هنا المخالفه، هل في مخالفه ركله الجزاء ولا لا؟ في تحليل اللعبه بنشوف هنا اللاعب المدافع لبوركينا فاسو عمل ايه. شفنا هنا العرقله موجوده، في هنا حركه بالقدم، عرقله وركل واضحه جدا جدا في قدم بوساق لاعب المنتخب الجزائري. هنا الحكم خد قرار صحيح، تسبب ركله جزاء صحيحه للمنتخب الجزائري. بيتم تسجيل منها هدف للاعب نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، اللي اعتقد النهارده عنده 3 اهداف، بيقرب الى ان هو يكون هداف البطوله. مبروك للمنتخب الجزائري. ولكن عاوز اقول النهارده حاجه مهمه جدا، فوز المنتخب الجزائري النهارده اعتقد محى الخطا الفادح اللي هو في دقيقه 9، اللي عدم طرد لاعب بوركينا فاسو للعب العنيف وتعريض سلامه المنافس الى الخطر. تحياتي لكم. في حالات جدليه اخرى اترككم في رعايه الله.